المزادات وما بتشتريش. اول حاجه انت مش فاهم في المزادات ما تدخلش مزاد. لازم تتعلم قبل اي حاجه انك تتعلم ازاي تدخل في المزاد. عشان كده انا عامل لك موضوع الكورس اللي هو بتكلفه بسيطه، لو محتاجه ابعت لي على الماسنجر، ده بيعلمك كل حاجه. انا مش ببيع، انا كده كده بقدم المحتوى، المزاد فين ومكانه فين والعربيات ايه وبنزله، وانت بقى بتروح تاخد المعلومات دي وبتجمعهم وبتجيب كراسه الشروط، لان انا بعمل محتوى، انا مش شغال في الهيئه. وفي نفس الوقت انا بيكلمني اكتر من 1000 واحد. ال 1000 واحد دول بيسالوا ويمشوا. انا بالنسبه لي اللي بيشتري مني الكورس ده انا بدخله في جروب فعلا عشان فعلا اساعده بجد. اي اسئله، اي استفسارات، اي حاجه بيكلمني بتواصل معاه خطوه بخطوه. والكورس ده بيعلمه كل حاجه. بيفهم بقى ايه ما يدخلش مزاد، ده ده ما يدخلوش، ده كويس يدخله. وفي نفس الوقت في مزادات انا بعلن عنها، وفي مزادات ما بعلنش عنها، لان انا مش كل مزاد بعلن عنها يعني. دي نقطه يا جماعه. افهم المزادات الاول، هي فيها لقمه عيش. انا قبل كده دخلت مزاد وفي الاول خالص، وفي نفس الوقت دخلت المزاد وكان قصادي تاجر وهو اللي شقلب لي الدنيا وبوظ لي المزاد. تاني مره فهمت اللعبه بتتحصل ازاي. انا بفهمك الثغرات اللي في المزادات، عشان لما تيجي تدخل وتلاقي تاجر دخل قصادك بتبدا اللي انت تعرف تعمل ايه، تقف امتى. ما افهموا موضوع المزادات. والله العظيم ناس كتير اشترت، مش هقول لك كله اشترى، انا بقول لك في عربيات طلعت باعلى من السعر وفي ناس كتير اشترت برضه. ولو التاجر بيقول لك العربيه بتطلع بالاعلى من السعر، بيروحوا ليه؟ ما تسال نفسك السؤال ده، بيروح ليه؟